السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي إلى الجميع. اليوم يا إخوان بدنا ناخذ هاي الأصل الشبكية. هاي طبعا أصل شبكية من نوع بيربل. هاي الأصلة فيها بيض. كل روحتنا إحنا بالأساس عشان هاي الأصلة اللي هي بيحكوا لها الفين. هاي يعني إحنا مش متأكدين إنها فيها بيض أو لا، بس إن شاء الله يطلع فيها، فعشان هيك بدنا ناخذ واحدة فيها بيض على الأكيد، وبدنا ناخذها نشوف ببين معنا على صورة الأشعة إنه فيها بيض أو لا، لأنه بصراحة منونين فيها، يعني مش عارفين هي فيها بيض أو لا. إن شاء الله يطلع فيها، لأنه هاي جوزناها لنفس يعني لون الطفرة اللي اسمها فينتوم. فينتوم على فينتوم بتجيب لون أبيض، وإن شاء الله تطلع فيها بيض. طلعناها برا ما شاء الله. فينتوم طولت بسرعة. هنتأكد احنا نشوف ان شاء الله تطلع حامل. وفي علامات يعني على الحي بتبين عليها، قعدتها بتصير تقعد زي العجل على اساس البيض فيها ما يخربش. ما هي المشكلة هاي، يعني أغلب الوقت بتقعد هاي القعدة. خلينا نشوف نتأكد أحسن. دائما أحسن شيء وأمن شيء الواحد يمكن حيف زي هيك رمات أو وجه الفرش. شايفين كيف قاعدة هاي فيها بيض مليون في المية فيها. لما يكون فيها بيض الحية لو كانت أليفة تشطب تصير تعض. يلا اطلع خليها على راحتها بعدين ندخلها. شايفين من هون كيف الجلد بيفتح بتوسع. هاي من هون طلع ما شاء الله. هاي وصلنا عند البيطري، بدنا ننزلهم ونشوف شو الوضع. دكتور بعرفش دكتور هذا خفيف بتبين من فوق ولا مثلها؟ نعرف وين محل الصورة بالضبط. هاي راسها. دكتور احنا بدنا المنطقة هي. هيك. طيب اسمع، زيح هاي هيك وديها. تمام. يعني عليك ثواني اللوبين هذول هاي لهون يجوا يعني فهمت عليك.
راح تغلبنا شوي. يلا. احط ايدي عادي. عادي. رجع معي لورا شوي. بس هيك وهيك. حطها ضمير عند المشية. شو جاهز؟ اسحب. بدك هيك؟ لا بس خليها ترجع لورا شوي. المشكلة ما بتفهمش. مش زي الكلاب يا دكتور. هيك منيح؟ طيب منيح. صور من هيك صورة بس ابعد عن الضوء. صور بنجرب ونشوف. هاي اللي فيها بيض. هاي فيها بيض. قديش عمره او حجم البيض بكون هسه تقريبا؟ تقريبا هاي لها، هي بتقعد شهرين. يعني من شهرين لحتى ل 65 يوم. بس هي تقريبا 50 هيك شيء. فيها بيض هاي. خايف ابراهيم يطلع وسخ. لا يا زلمه، لا مبين. ببين. على الباب ديم. شو مش ضايق لها هي شو. كمان 5 ايام اسبوع تبقى بايظه. اوه. 1 2 3 4 5 6 7. قديش البلاد ببيضها؟ يعني هي بتجيب لها 40 45 بيضة حسب حجم الحية. لو عشان اعد صراحة دكتور لسه في لك قدام قدام. بتقول، بس هين دائما يعني خلص على المضمون. هسه بدنا نجيب هذيك. هاي كده نجيب البنت. ماي هاي بينت كل شيء تمام. هاي البيض. بعدين دكتور بيض الحياة ما هو بيجي زي القومي زي المطاط مش. لانه انا قاعد بعد 1 2 3 4 5 6 وقت صار يسألك قديش. 11 باش ابقى عك. طيب هاي جاي. برجع. هاي شو بدك قاعدها. سام. راسه بلش يلف علينا. لا دكتور لك. اسمع انا خليني اساعده بس يمسك راسه. راسها تخافش تطلعش تقدرش تطلع. اعطيك صبر شوي بس ثواني. انا ابوك. لا جنب. صاحبك تعال. لسه على الحيط. لا هيك مش منيح تجيبها. ولف هلا.
محمود امسك هاي السكينة. صور يا مؤمن. تحركت. خفيف بس اذا فيها اشي على الجلد، على الجلد بالشيء الاساسي. البس ما هو يتبع، بيجيبوا لك الدجاج البياض واللاحم بيقروك عنه، وعلى البقرة وعلى الحصان صلى الله عليه وسلم. شايفها مش ضبط الصورة؟ هسه بتبين بس الاولى اوضح. هذيك على المحل بينت هدي. بعدين هين بيحكوا الحياة فيش لها متفرق. اوه فيها بيض. فيها بيض هاي. بس تعرف شكله هاي فيها أكثر. يعني بس لا أصغر. هذا صغير، هاي ما هي بعد الجو. هاي اصغر. هاي اصغر. هاي اصغر بيض، يعني في العمر اصغر. الحمد لله انا ما كنت ما عندي هاي يبقى فيها بيض، بس هاي الحمد هذيك لله مش مشكلة، هاي هاي طلع فيها بيض. أنا هاي بتجيب فراخ بيض كلهم. هاي الطفرة هاي اسمها فينتو. هذيك رسمتها بتختلف اسمها بيربي. هسه هاي جوزها فينتوم لفينتوم بتجيب لك لون ابيض. الحمد لله كل شيء تمام. طب شو باكلين هذول ابراهيم؟ انا بجاج. والله يعني معهم. ولا محمود يصور لهم صور عادي. لا ابعث لي واتساب. هالكيف ما ببعث لك واتساب. إبراهيم طبعا يا اخوان زي ما شفت الحمد لله طلعت الفانتوم فيها بيض. طبعا هاي جوزناها السنه اللي قبل هاي ما زبطتش، وبرضه قبل سنتين برضه ما زبطت لانه صغيره في العمر. هي طويله بس صغيره في العمر. طبعا هاي كمان البيربل طبعا ما شاء الله هاي اضخم واحده عندنا. هاي برضه فيها بيض. طلع كيف بتبين سبحان الله كيف المسامات الجلد بتفتح. وهاي يعني حجم البيض بيجي فيها اكبر من مثلا لما يكون طول الحي مترين، بيجي اصغر شوي. كل ما كبرت الحي حجم البيض بيكون اكبر. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وتحياتي للجميع.